السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده نتكلم فيه عن ايه افضل دوله اسافرها. اسافر دوله عربيه افضل ولا اسافر دوله اوروبيه اكتر؟ في الطبيعي اللي احنا كلنا كشباب بنقعد كده محتارين كتير ان احنا عايزين نسافر ومش عارفين نفسنا نسافر فين. فيلا نشوف الفيديو بتاع النهارده. انا هحكي لكم عن تفاصيل كتيره تخص السفر. الحقيقه هتلاقي نفسك اكتر حاجه بتتجه ليها في البدايه كده ان انت تسافر دوله عربيه، وبيكون الميزات فيها طبعا اللي انت بتكون اول حاجه بتفكر فيها ليك حد قريبك فيها، ليك حد صاحبك فيها، ليك حد بلدياتك فيها، فانت بتتجه للموضوع ده بالنسبه لك اسهل من ان انت تدور على اي دوله تانية ممكن تكون ما تعرفش حد فيها. وفي الغالب ممكن يكون ده صح وفي الغالب ممكن يكون ده غلط، بس انت بتكون بالنسبه لك الموضوع بالنسبه لك بيكون صعب جدا لان انت اصلا تفكر بره الدايره دي، انت ما بتفكرش في كده كتير. وفي الحقيقه الفيديو ده ان شاء الله احاول على قد ما اقدر ان انا افيدكم في حاجات كتير جدا تخص الموضوع ده او عن تجربتي اللي انا شفته في الفتره الاخيره. والفتره اللي فاتت دي كلها الناس بتفكر في موضوع السفر، وبصراحه الشباب كتيره بتكون محتاره وبيتنصب عليها كتير في الموضوع ده. فهحاول افيدك باكتر حاجه في الفيديو ده. بس انا حاليا النهارده الخميس وعندي بكره ان شاء الله الجمعه اجازه بتاعتي، فعندي شويه شغل كتير قوي في السكن اللي انا بعمل غسيل وحاجات بتاعتي كلها اخر الاسبوع. فانا كنت عايز اعمل الحاجات دي بس قلت اعمل الفيديو ده النهارده الخميس زي ما قلت لكم، ونتكلم ونعمل الاثنين دول مع بعض. قبل ما نبدا في اي حاجه، عندك حاجتين اللي في الغالب انت هنا في ميزه، في دول الخليج في ميزه وفي عيوب، وفي دول اوروبا في ميزه وفي عيوب. بس نتكلم في البدايه كده عن الميزات اللي انت ممكن تكون بتقابلك في دول الخليج. في البدايه كده اكتر حاجه بتقابلك واللي انت بتشوفها اسهل شويه اختلاف الوقت. يعني ممكن تلاقي في مصر مثلا الساعه 2 بتلاقي هنا مثلا الساعه 3، فالفرق مش كتير. ممكن تلاقي الساعة 4 في دولة تانية، فالفرق مش كتير. يعني النهار هو النهار والليل هو الليل، متقلبش معاك كتير في الوقت. يعني بتكلم اهلك بتكلم اصحابك في اي وقت بيكون الاختلاف قليل غير دول اوروبا. الحاجة التانية كمان اللي ممكن بتكون من ضمن الميزات اللي انت بتتعامل مع ناس اكتر بيتكلموا عربي، احنا عارفين الكلام اللي بنتكلمه ايه، بتكون الحياة بالنسبة لك اسهل في الموضوع ده. ذلك في طريقه الشغل، لو انت معاك اي صنعه بتلاقي الشغل قريب جدا عن الشغل في مصر. لو كنت انت بقى شغال في مجال المعمار وكده ومعاك مهنه، فبتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل جدا. ان السباكه معروفه السباكه، النقاشه معروفه النقاشه، حاجات بسيطه شويه بس هو نفس التصميم ونفس الشغل، مفيش اختلاف كتير في الموضوع ده. ومن ضمن الحاجات اللي هي بتكون ميزه بالنسبه لك في دول الخليج. وزي ما انت شفت كده يا صديقي العزيز، انا بنضف النهارده في السكن وعايز اقول لك بلاش تناكة على اهلك في البيت. اديك شايف الحاجات ده، انا اوريك نبذه صغيره كده بس عن حياتك وانت عايش في الغربه. فانت بتصحى الصبح بتلاقي اكلك جاهز، بتلاقي لبسك جاهز، بتلاقي سريرك بيتعمل، كل حاجه بتتعمل من غير انت بتتعب في حاجه. فحاول ان انت تاخد فكره كده عن الموضوع عشان خاطر تشوف حياه المغترب بتكون عامله ازاي. ودي نبذه صغيره بس عن حياه اي واحد ساكن في سكن لوحده. اقول لك بقى ان شاء الله الدول اللي انت ممكن تسافرها كدول عربيه. عندك اللي انت اول حاجه بتفكر فيها السعوديه، الكويت، ودول بتكون اغلب دول ممكن احنا نكون بنفكر نسافر فيهم. وفي الفتره الحاليه بتكون الكويت قافله، ففي دول كتيره جدا ممكن تروحها غير الدولتين دول. يعني عندك ممكن تروح لبنان، ممكن تروح الاردن، ممكن تروح سلطنة عمان. سلطنة عمان طالبة ناس الفترة دي على فكرة. عندك ممكن تروح البحرين، بتطلب ناس الفترة دي برضو، عايزة تعمل تطوير وحاجات في البلد فمحتاجة ناس برضو. في دول كتيرة جدا. عندك الامارات، بس اهم حاجة انت تكون عارف نفسك انت هتسافر على ايه، وهتسافر على شغل قانوني او هتسافر ازاي، او انت معاك منها ولا لا. فدي بتفرق معاك جدا في اللي انت تسافر في اي دولة. فانا كده كلمتك على مميزات اللي انت ممكن تكون بتقابلها في حياتك في الدول العربية، وزود بقى كمان عليهم طريقة الاكل. في الاكلات بتلاقي مطاعم كتيرة مصرية، بتلاقي مطاعم كتيرة بتعمل الاكلات اللي احنا بناكلها. بتروح تشتري في الاسواق بتلاقي نفس الحاجات اللي انت ممكن تكون بتستعملها في مصر فبتلاقيها برضو هنا. فدي كلها مميزات بتقابلها في الدول العربية. عكسهم بقى في دول اوروبا، بتلاقي طبعا الحاجات دي كلها مختلفة. ما بتلاقيش حد بيتكلم معاه بنفس اللغة، ما بتلاقيش مطاعم كتير عربية او مصرية، ما بتلاقيش ناس كتير تعرف تتكلم معاهم بنفس اللغة بتاعها. فرق التوقيت بيفرق جدا معاك. طبعا بتلاقي مثلا في مصر ليل، في اوروبا بيكون نهار، بتلاقي الوقت مثلا فرق ممكن 6-7 ساعات، فدي بتفرق معاك جدا. فهنا الفرق ده كله عكس الدول العربية. فدي السلبيات اللي ممكن تكون بتقابلها في دول اوروبا. طبعا مميزات بقى موجودة في دول اوروبا مش موجودة في الدول العربية، فده اللي هنتكلم معاكم حاليا فيه بس لما نودي الغسيل ده في الغسالة.
اعرف اسمه واستعمله كويس جدا. وممكن تلاقيه في اي دوله تانية على فكره، بس انت اعرف الاسم وهات زيه هيعجبك جدا. بصراحه هو غالي شويه بس كويس. انا كلمتك بقى عن المميزات اللي في دول الخليج، فبرضه كمان او على الدول العربيه بصفه عامه، فبرضه لازم اكلمك برضه على شويه السلبيات اللي ممكن تقابلهم ومش عارف تغيرهم، ولازم ترضى بالامر ده. في البدايه كده اول حاجه ممكن تقابلها ان انت مش هينفع تاخد الجنسيه، يعني مهما تشتغل في اي دوله عربيه صعب انت تاخد الجنسيه، فبالنسبه لك ملهاش يعني النهايه زي البدايه، يعني تفضل شغال من غير ما تاخد الجنسيه. في ناس كتير بيكون عندها طموح ان هي تاخد جنسيه تانية، فالموضوع بالنسبه لك يعني سقف الطموح بتاعك بيكون محدود، ما بتعرفش تعمل كده. الدول الاوروبيه انا ما رحتهاش قبل كده، بس طبعا بحثت كتير على النت وقعدت شفت حاجات كتيره جدا. في حاجات بقى بتقابلها بقى انت، حاجات اللي انا قلت لك عليها السلبيات اللي بتقابلها في دول اوروبا، في مميزات بقى تانية. دي طبعا ان انت ممكن تكون تاخد الجنسيه، بتعلم لغه، بتلاقي طريقه مختلفه، بتلاقي في تطوير كتير جدا معاك، بتفكر في حاجات كتيره جدا، وفيها مميزات تانية. هنا بقى الفرق مين هو اللي يسافر دول اوروبا ومين اللي يسافر دول عربيه. في البدايه كده انت لو لسه شاب وطالع على طالع للحياه كده وعندك طموح وعايز تطور من نفسك، فبنصحك ان انت تروح دوله اوروبيه. عندك طموح كتير جدا، عندك حاجات ممكن تطور نفسك فيها، ممكن تاخد الجنسيه، هتتعلم لغه، هتستفيد كتير جدا في الدول الاوروبيه. طبعا صعوبات في البدايه طبعا من موضوع اللغه بتاعتك، هيكون محتاج ان تشتغل على نفسك كتير، اللي انت تتاقلم على الوضع هناك. درجه الحراره هناك بتكون اقل جدا عن الدول العربيه، طريقه الاكل بتكون مختلفه جدا، فانت لازم لو عندك طموح فلازم تتحمل كل ده وتكمل حياتك في دول اوروبا. هتتعب شويه بس هتلاقي النتيجه في الاخر هتكون كويسه. وانت بقى متجوز ومعاك اسره، فالافضل ليك ان انت خلاص ما عندكش طموح قوي في اللي انت تطور من الحاجات دي، فالافضل ليك ان انت تروح دوله عربيه. السؤال اللي ممكن بقى حد يساله، هل انا كمصري ينفع اروح دوله اوروبيه بطريقه قانونيه؟ بالفعل في دول كتيره جدا اوروبيه تنفع تسافرها، في دول اوروبا تنفع تسافرها بطريقه قانونيه، بس بلاش موضوع ان انت تسافر بطريقه غير شرعيه او بالهجره الغير شرعيه اللي بنقول عليها دي، ان انت في الغالب بتجازف بنفسك كتير جدا، بيكون الموضوع بالنسبه لك صعب. انما في دول كتيره في دول كتيره ممكن تسافرها بسهل جدا وفلوس رخيصه جدا، بس عايزه اللي انت تسعى شويه عليها، اللي انت تقدم في اماكن، اللي انت لو لسه طالب ممكن تقدم على تكمل تعليمك بره. لو انت خلصت دراستك فممكن تسال في مكاتب تكون محترمه، او في سفارات. في سفارات كتيره جدا في القاهره، تسال في السفارات اللي انا هل ينفع اسافر الدوله دي، عندي يسمح لي ان انا كمصر اروحها. هتلاقي دول كتيره جدا، دول اوروبيه كتيره جدا جدا ينفع تسافرها، بس احنا بصراحه بندور على الحاجه اللي بنستسهل شويه، بندور على مثل بنقوله كده، اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. بس في الغالب ساعات كتيره جدا بيكون اللي ما تعرفوش بيكون احسن كتير جدا على اللي انت تعرفه. فاسال وابحث وهتلاقي دول كتيره جدا تسافرها، وانت ممكن تكون مش متخيل ان انا كان ينفع ان انا اسافر السفريه دي. وحاول ان انت يكون ما عندكش حته الخوف شويه، شيل الموضوع اللي انت تكون عايز تتجوز بدري ده عشان خاطر تعرف تعمل مستقبلك الاول. هتصرف على نفسك شويه، موضوع السفر هيصرف عليك، اللف الكتير ده، السؤالات الكتير اللي هتسالها هتصرف عليك، عشان خاطر انت بتدور على ان انت تعمل حاجه ممكن يكون محدش كتير غيرك عملها. فاهم حاجه اللي انت تكون حابب ان انت توصل لحاجه مختلفه شويه. مفيش اصعب من ان انت تكون اعزب بائس، بس الله غالب، هتعمل ايه؟ ده هو اللي احنا موجودين فيه، مفيش حل تاني غير كده. طبعا ما اعتقدش ان انت تكون قاعد في البلد بتعمل كل ده، وممكن تكون مستغرب على ده شويه، بس حاليا الشباب بتتكحرت قوي، اكيد بتروح جيش او بتروح تشتغل في اي مكان، فاكيد بتعمل ده، بس مش بيكون بنفس الكميه اللي موجوده في الغربه. الغربه بتكون مختلفه شويه. طبعا اتمنى تكون تسافر دوله كويسه، وهدفي اللي انا اوصلك لان انت تكون تسافر دوله كويسه. وطبعا عشان تسافر دوله كويسه فمش ما حدش هيساعدك في الموضوع ده غير انت، لما تكون انت عايز تسافر دوله كويسه. وفي البدايه ولازم أن تكون مهتم بالموضوع ده جدا، اللي انت يكون معاك مهنه كويسه تسافر عليها. ان كنت في دوله اوروبيه او دوله عربيه هتستفيد جدا من المهنه بتاعتك. ولو معكش مهنه فالافضل ليك اللي انت تطلع على مكان تكون انت عارف نفسك طالع فين، عشان خاطر تكون طالع بطريقه قانونيه وترتاح جدا في سفريتك، عشان خاطر ما تضيعش سنين كتيره من عمرك في اي حاجه. ولو انت لسه شاب بقى صغير، فانا بنصحك جدا ان انت تسافر دوله
اوروبيه هتستفيد جدا في الفتره الجايه، او تستفيد جدا من سفريتك دي، وليها طبعا مستقبل كبير جدا هينفعك في حياتك. ولو انت معكش لغه وبتفكر في السفر شويه، فحاول ان انت تتعلم لغه هتنفعك جدا، حتى لو هتعدي شهر او 2 او 3 السفر هيتاخر عليك شويه، بس اتعلم لغه عشان لما تسافر دوله هتلاقي نفسك مرتاح جدا فيها. ربنا يوفق كل واحد بيفكر في السفر، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. فلو انت اول مره بتشوفني دوس اشتراك في القناه، لو بتشوفني على اليوتيوب، ولو انت بتشوفني على الفيسبوك اعمل لي فولو، وان شاء الله تشوفوا فيديوهات كتير جدا تعجبكم الفتره الجايه. اشوفكم على خير في رعايه الله. السلام عليكم.